إعلام، استشاري التنمية البشرية والعلاقات الأسرية. دكتور أحمد، مساء الخير، برحب بحضرتك وأهلا بيك معنا في برنامج جميل يا بلدي. اهلا بحضرتك يا استاذ ريهام، واهلا بكل الساده المستمعين، واهلا بالبرنامج الجميل اللي بعتز بيه دايما. الله يخليك. ويمكن العنوان مفسر نفسه كده، مفسر البرنامج. جميلة يا بلدي، يمكن احنا بنلتقي مع ضيوف البرنامج، بنستعرض معاهم جمال وطبيعة محافظة جنوب سيناء الخاصة بمدنها السياحية، وبنتكلم كمان عن السياحة في جنوب سيناء. يعني احنا عارفين ان عامة السياحة في مصر ما بين صعود وهبوط، ولكن الحمد لله بقى لنا فترة كده. يعني لو تحدثنا كمان عن جنوب سيناء بالأخص، الحمد لله الوضع بيها مستقر وكويس إلى حد كبير. وكمان يعني لامسين توافد ناس كتيرة قوي عشان عايزة تتفرج وعايزة تشوف جمال وطبيعة جنوب سيناء، تحديدا كمان شرم الشيخ. فلو اتكلمت في الأول كده مع دكتور أحمد، يعني هل سبق ليك وقمت بزيارة محافظة جنوب سيناء، وكان فين تحديدا؟ اه طبعا بالفعل جيت وزرتها، وطبعا دهب وشرم الشيخ ونويبع، شرم الشيخ ودهب ونويبع، جميل. ثلاثة اللي انا زرتهم. مم. يمكن نويبع هي طبعا ميناء، ولكن ميناء يعني برضو معمول بنظام، تحس حضرتك ان هو نظام اوروبي وحاجة مميزة جدا. مم. شرم الشيخ اكيد يعني مش انا بس اللي اتكلم عليها، انما العالم كله بيتكلم عليها وعلى جمالها وعلى جمال شواطئها وعلى تنظيمها ونظافتها والمناظر الخلابه اللي فيها. مم. وكمان بالتاكيد دهب اللي اصبحت النهارده مزار ناس كتير جدا في النواحي السياحيه. العجيب طبعا او الغريب يا استاذه ريهام ان في بعض الناس مثلا من عندنا من مصر ممكن ينفق آلاف الجنيهات لأن هو يذهب إلى دول أخرى أو بلاد أخرى، يشوف مم. المناظر بتاعتها ويعمل السياحة بتاعته هناك. ما مم. يعرفش إن قاطني هذه الدول، وإن أصلا الناس المقيمين في هذه الدول بيسيبوا الدول دي ويسيبوا المناظر اللي عندهم وعلشان يجوا يتفرجوا على شرم الشيخ وعلى دهب تحديدا. ورحلات مستمرة دايما ودايما. كل حد أقابله من بره مصر لما يجي يكلمني عن مصر ابتدى الاكتر الكلام يقول لي انا كنت في شرم الشيخ، انا رحت شرم الشيخ، انا لسه راجع من شرم الشيخ. شرم مم. الشيخ دي انا زرتها 5 مرات. انا بسمع كمان ارقام كبيره، 5 مرات و7 مرات، يعني باستمرار رحلات يعني دائمه الى هذه المناطق الجميله الساحره فعلا. وانا بتكلم كلمه الساحره لانها تستحق هذا اللقب وهذا الوصف. جميل. شرم الشيخ ليها طبيعة خاصة دايما، ويمكن بتتألق أكتر كمان أيام المؤتمرات العالمية، ولمسنا ده طبعا الفترة اللي فاتت دي كلها. أكتر من منتدى ومؤتمر عالمي حقيقي، الكل بيشيد بالجهود الكبيرة اللي بتتم داخل مدينة السلام شرم الشيخ، وبتبقى فعلا أيقونة من الجمال. لو اتكلمت عن يعني سياحة المؤتمرات بقى مع حضرتك يا دكتور، بما ان حضرتك يعني متابع لهذه المنتديات وهذه المؤتمرات، اكيد بيبقى ليها صدى كبير جدا في جعل السياحة في المقام الاول عندنا هنا في جمهورية مصر العربية بصفة عامة. بالتأكيد يا أستاذة ريهام، في ناس كتيرة جدا يعني ممكن ما يبقاش مصطلح سياحة المؤتمرات يعني حاضر في ذهنهم. طب إيه الفرق؟ طب ما الناس كده مم. كده بتيجي تعمل سياحة. إيه الفرق؟ لا، الفرق إن أنا بجتذب نوعية جديدة من مم. السياح، لأن في ناس اللي بيحضروا المؤتمرات يمكن ناس ممكن تكون متخصصين في مجالات مختلفة، سواء سياسية أو طبية أو اقتصادية أو علمية، أيا مم. كان. ممكن هم ما بيبقاش عندهم الوقت الكامل لان هم يعملوا سياحه مثلا بالمفهوم بتاع انه ينزلوا الشواطئ ويتفسحوا وياخدوا وقتهم كده بالكامل. ما بيبقاش عندهم هذا الوقت متاح دائما، يمكن حياتهم بتبقى اكتر فيها عمليه وفيها شغل. فكون ان انا اعمل له المؤتمرات اللي هو اصلا بيحب يحضرها او اللي هو بيهتم بيها او اللي هي بتبقى في نطاق شغله وتخصصه، طبعا في طبعا اكيد بيجي معاهم اعلاميين وصحفيين وناس متخصصه في المجالات الإذاعية والتلفزيونية والكلام ده كله، مم. بيجي ينتقل إلى هذه المؤتمرات بحيث إن هو يقضي وقت شغله
طبعا اكيد المؤتمر مش هياخد منه من الصبح لحد بالليل فقط دايما، انما برضه هياخد اوقات تانية هينزل يتفرج على هذه المدينة الساحرة ومعالمها. كمان هيبقى عنده بدل مثلا ما المؤتمر يومين او 3، ممكن يقعد يوم زيادة او يومين زيادة، بحيث ان هو يستمتع بهذه المدينة اللي هو جه، يقول لك طب انا جيت كده كده بالمرة فاكمل يوم زيادة او يومين. وممكن كمان تكون البرامج السياحية اللي بتتعمل بتبقى شاملة هذا المجال. طبعا اولا بنعمل ايه بقى؟ بنعمل اجتذاب لنوعيه جديده من السياح، وبنعمل كمان دعايه غير مباشره من خلال ان احنا بننقل هذه المؤتمرات، بتتنقل على تلفزيونات وعلى اذاعات مختلفه، يبتدوا يظهروا معالم هذه المدينه، فيبدا الناس ينتبهوا اللي ما بيجوش هنا ان في مدينه مختلفه، في مدينه فيها نوع اخر من السياحه. لان مش كل الناس يا استاذ الهام بيحبوا برضو سياحه الاثار. سياحه الاثار ليها ناس معينه، السياحه الدينيه ليها بالظبط. ناس معينه، الشواطئ بقى والمنتزهات والكلام ده كله، وفي ناس برضو تحبها اكتر من الاثار. يقول لك مثلا الاثار ممكن بتبقى في اوقات كمان الشتاء اكتر من الصيف في الحر معينة فعلا. فطبعا بالتالي فسياحه المؤتمرات اللي حضرتك قلتيها او المصطلح ده هو ساهم في اجتذاب نوعيه جديده من السياح، ساهم بتعريف العالم كله على هذه المناطق اللي ممكن تكون لدى البعض مش معروفه. بالحديث عن الوفود بقى الأجنبية والسائح الأجنبي، يمكن حضرتك قبل التسجيل أو وأنا بدردش معاك قبل ما يعني نعمل إلقاء مع حضرتك، قلت لي إن كمان عن رد فعل السائح الأجنبي، وحضرتك يمكن لمست ده بنفسك بالحوار معاهم، إن هم متشوقين جدا، إن هم فعلا شرم الشيخ عندهم في ذهنهم راسمين ليها صورة كبيرة جدا، وصورة فعلا جذابة، ده بتخليهم إن هم يحبوا يجوها دايما على طول. ما احنا عندنا نوعين، نوع جه بالفعل ونوع لسه ما مم. جاش. اللي جه يقول لك انا عايز اجي مره تانية وثالثه، انا شفت كذا وكذا، انا استمتعت متعه يمكن ما شفتهاش في بلاد اوروبيه. في نوعيه بتسافر بلاد اوروبا كتير يقولوا لا مم. احنا هنا شرم الشيخ بالذات هي موجود حاجه نوعيه. لان احنا طبعا محافظه شرم الشيخ بتتميز بحاجه، ان مم. حته المواصلات والانتقالات والكلام ده كله مش موجود زي مثلا مدينه زي القاهره، ساحره وجميله وفيها كل حاجه، ولكن ممكن تكون بتبقى فيها نوع من انواع الزحام، ممكن ما فيهاش الشواطئ والامور اللي موجوده في شرم الشيخ. النوع مم. الاخر هو اللي بقى اللي بينتقل له هذه الصوره من خلال اصدقائه واقاربه اللي سافروا ويحكوا له. مم. دايما مم. لما اتكلم معاهم يقول لي انا جاي مصر ان شاء الله قريب هاجي شرم الشيخ، انا مم. نفسي اجي مصر، نفسي اجي شرم الشيخ. اصبحت المزار السياحي يعني رقم واحد بالنسبه لهم في مصر. او لو هو هيجي علشان يشوف القاهره والمعالم السياحيه والكلام ده كله، هيبقى برضه حاطط شرم الشيخ في اعتباره. لان مثلا مدينه زي الاقصر والاسوان بما فيها من معالم سياحيه مم. برضه يمكن في فصل الصيف بتبقى صعبه على السياح، انما الشواطئ والمنتزهات اللي موجوده في شرم الشيخ هي اكيد مميزه جدا في شرم الشيخ. والحاجه كمان الجميله ان شرم الشيخ حتى في الشتاء ليها برضو روادها وليها ناس بيحبوا الجو الساحر بتاعها في هذا الفصل. حقيقي. حقيقي. دكتور أحمد علام، استشاري التنمية البشرية والعلاقات الأسرية، حقيقي استمتعت جدا بالحوار مع حضرتك، ولكن وقتنا انتهى يمكن في برنامجنا جميلة يا بلدي. دعوة بقى في نهاية الحلقة كده لكل مستمعينا اللي لسه يعني، ولو اني اعتقد يعني ما فيش حد لسه ما توحدش ليه الفرصة ان هو يجي